الصوت واضح تمام، او حتى بالايموجن. يوسف عامل ريز هاند. تمام. شكرا، الف شكر. شكرا يا يوسف. عامل ايه يا يوسف؟ يا رب تكون بخير. اهلا بيكم. عاملين ايه يا حلوين؟ مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. احنا النهارده في ويبنر، يا رب الكل يستفاد بيه. الويبنر ده مهم جدا عشان في ناس كتيره او طلبه كتيره. بقى خلينا نتكلم مين اكتر ناس هتستفيد بيه. هي الطلبه. في طلبه كتير بتبقى مش واخده بالها ابدا 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 من حاجه مهمه جدا، وهي ايه؟ اللي احنا نبدا نبني السي في. يقول لك انا لسه في ثانوي، انا لسه في اعدادي، هبني السي في ليه من دلوقتي؟ انا مش محتاج خالص ان انا ابنيه دلوقتي، انا لسه اتخرجت، انا لسه بدورش على شغل، يعني انا ادور على شغل، انا لسه قدامي وقت طويل. في الحقيقه لا. انت يمكن تكون من وجهة نظرك ان انت شايف ان انت لسه مش محتاج دلوقتي تحضر السي في، او شايف ان انت اصلا دلوقتي مش ناوي تقدم على وظيفة. لكن انك تبني السي في بتاعك ده مهم جدا. ليه؟ لان السي في بيعتبر توثيق او دوكيومنتيشن للكارير ديفلوبمنت، يعني للتطور المهني اللي انت بتقوم بيه. معنى كده انهي الافضل؟ لما توثق الحدث بعد ما يخلص، ولا بتوثقه وهو بيحصل؟ اكيد بتوثقه وهو بيحصل. ليه؟ لان مفيش حاجه هتقع منك، مفيش حاجه هتضيع منك. كل التفاصيل هتبقى انت عايشها وبالتالي فاكرها، فهتعرف تكتب السي في بسهوله جدا. وعشان كده طول ما انت عمال تطور مهاراتك، فانت محتاج توثق المهارات دي، عشان بقى اول ما توصل لوقت تقول يلا انا هبدا ادور على وظيفه، او الدريم جوب زي ما بيقولوا، او وظيفه الاحلام، خلاص انا لقيتها وعايزه اقدم عليها. فتلاقي الموضوع سهل جدا بالنسبه لك، عشان انت تعمل سي في او تبيلد سي في، ويكون جاهز ويكون ماتشنج او مطابق للوظيفه اللي انت بتحلم بيها. وعشان كده ده سبب الويبنر اللي احنا عملناه النهارده. يبقى الويبنر اللي احنا عملناه النهارده ليه؟ اول حاجه بنلفت نظركم ان انتوا لازم تبداوا في بيلدينج السي في من اول دلوقتي، عشان السي في ده هو بيقوم بعمليه دوكيومنتيشن او توثيق للكارير ديفلوبمنت بتاعتك او التطور المهني الخاص بيك. وحتى لو انت دلوقتي مش بتدور على وظيفه، او انت دلوقتي مش عايز تكون فريلانسر، فالحقيقه بتقول ان انت بتجهز السي في عشان وانس تلاقي الدريم جوب، وانت تكون جاهز انك تاخد جوب معينه في السوق او في الماركت، سواء كان فيس تو فيس او اونلاين ريموتلي او ايا كان، فانت يكون السي في جاهز، وبالتالي تعمل عليه تعديلات بسيطه. طيب احنا النهارده هنتعلم ايه في الويبنر ده؟ احنا النهارده هنمشي في 5 ايتمز اساسيين. اول حاجه هنعرف امتى وليه. امتى هعمل السي في وريزوميه، وامتى وليه انا بعملهم. تاني حاجه هنتكلم على الفرق الاساسي ما بين السي في والريزوميه، وكمان هنتكلم على حاجه اسمها الكفر ليتر. بعد كده هنتكلم ايه الستارت بوينت اللي انا هبدا من عندها ابني السي في او الريزوميه. تالت حاجة هتكلم على how to choose التمبلت المناسب للسي في أو الريزوميه. واخر حاجه هنتكلم عليها ازاي بنستخدم الاي اي تولز عشان تسبورت وانا بعمل بيلدينج للسي في او الريزومي او الكفر ليتر اللي انا بعمله. فخلينا نبدا نتكلم على اول حاجه، ليه وامتى. اول سؤال تساله لنفسك: ليه انا دلوقتي بجهز السي في؟ ليه؟ لو انت دلوقتي لسه في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه، ولسه مش ناوي، لسه مش ناوي خالص ان انت دلوقتي تقدم على شغل فريلانسر او تشتغل في مكان، فانت السي في بالنسبه لك هيبقى عباره عن ملف وورد بتوثق فيه الحاجات اللي انت بتتعلمها يوم بيوم. يعني النهارده احنا مثلا، انا النهارده حضرت مثلا الويبنر ده بتاع النهارده، وتعلمت فيه شويه من حاجات البرومت انجينيرنج، فانا هكتب في السكيلز برومت انجينيرنج. وهكتب في السيرتيفيكيشنز في الكورسز، هكتب ان انا حضرت ويبنر اسمه كذا من الساعه كذا للساعه كذا، والويبنر ده تابع لمركز التطوير التكنولوجي باسكندريه. فانا كده بقول ان انا بعمل عمليه توثيق. طب انا لو ناوي اقدم على وظيفه، لا، انت لو السبب ان انت عايز تقدم على وظيفه، في الحاله دي فانت لازم كل ايتم بتحطه في السي في عشان تتارجت الوظيفه دي. فبتهتم بالوظيفه دي ليه بقى؟ من حيث اللوكيشن بتاعها، ومن حيث الميشن الخاص بالشركه او بالاورجنايزيشن اللي فيها الجوب دي، ومن حيث الرول اللي انت ناوي تشتغل فيه. يعني دلوقتي هقدم سي في، أسأل نفسي: هل الوظيفة اللي أنا هقدم عليها دي وظيفة موجودة فين؟ هل هي في مصر؟
ولا دي وظيفة اونلاين وانا بتعامل مع ناس اجانب؟ هو ده هيفرق، طبعا هيفرق في اللانجوج. فانت لازم تعرف اللوكيشن اللي انت بتجهز للسي في او الريزوميه ده رايح فين، علشان البلد دي لازم اللغة بتاعتك واللغة بتاعتها تكون متوافقة مع بعض. تاني حاجة بتسأل نفسك قبل ما تقدم على الوظيفة، هل الميشن اللي هي الوظيفة اللي فيه التابعة هي الأورجانيزيشن دي، هل هي مناسبة ليك؟ هل انت هتبقى شخص براود لما تشتغل في المؤسسة دي او الوظيفة دي ولا لا؟ لان احيانا كتيرة جدا بنلاقي ان في ناس بتشتغل في الشركات دي مثلا ليها نهج معين في التعامل مع العمال، او ليها نهج معين او سياسات معينة، او مثلا عندها جزئيه التمييز العنصري. فهل انت هتبقى براود تقول انا بشتغل في الشركه دي؟ اكيد لا طبعا. فانت لما تيجي تحضر سي في اسال نفسك انا ليه عايز اشتغل في المكان ده، او ليه مش حابب ان انا اقدم في الوظيفه دي. فاول كونسترين عندك اللوكيشن، الموقع، عشان عن طريقه بتحدد هل البلد اللي انت هتقدم لها السي في لغه مختلفه او لا. تاني حاجة الميشن، بتشوف هل الميشن وسياسات الشركة سواء كانت بتتعامل بقى اونلاين او اوفلاين مع العمال مناسبة ليك، وانت هتكون شخص براود وشخص هتكون بتعمل في بيئة آمنة ولا لا. تالت حاجة اسأل نفسك انا ليه بقدم على الوظيفة دي، وهل فعلا هي بتمنحني رول قيم. يعني ايه رول قيم؟ يعني التايتل، الجوب تايتل بتاعك هيبقى ايه؟ انت هتبقى مدير الموارد البشرية، ماشي. انا هبقى الماركتير، ماشي. انا هبقى ديزاينر، ماشي. فلازم تحدد الرول اللي انت هتشتغلها ايه. ولازم الرول اللي انت هتشتغلها مش بس تكون بتعرف تعملها كويس، لا، ده انت لازم تكون بتحبها جدا، لازم يكون عندك شغف فيها. الانسان لو ما عندوش شغف بوظيفة مش هيكمل فيها، مش هيستحمل ابدا الكومبليكيشنز بتاعتها ولا الايفورت اللي بيبذلوا فيها. يبقى بعد ما بسأل نفسي ليه، سواء اللوكيشن بتاعها او الميشن او الرول اللي انا هشتغله، بسأل نفسي امتى انا هشتغل الجوب دي، امتى عدد الساعات اللي انا هشتغلها في الجوب دي، من الساعة كام للساعة كام. طبعا احنا معظم كلامنا بنتكلم على الشغل الاونلاين، مش بنتكلم على الشغل الفيس تو فيس. طبعا الفيس تو فيس غالبا بتبقى مواعيده غالبا في مصر هيبقى مثلا من 8 لحد الساعة 4 او 5، ولو شفت متأخر ممكن يكون من 3 ل 8، او مثلا للولاد هيبقى ممكن من 8 ل 10 او ل 12 على حسب عدد ساعات العمل. لكن لما احنا بنيجي نتكلم اونلاين، اسأل نفسك انت هتشتغل امتى الجوب دي. يعني احنا مثلا احيانا بيبقى الجوب الاونلاين غالبا اغلب الوقت بيبقى بارت تايم. يعني ايه بارت تايم؟ يعني انت بتشتغل جزء من الوقت، وبيبقى حاجه من الاثنين. في حاجات اسمها ريموتلي. يعني ايه ريموتلي؟ يعني انت بتعمل تعاقد انك تبقى موظف اونلاين، مثلا بتشتغل من الساعه 9 للساعه 12، 3 ساعات. من 9 ل 12 انت قاعد عند كمبيوتر قدامه اونلاين، متابع مع الشركه، وبتشوف لو اي شغل او حاجه مطلوبه بتنفذها. ده اسمه ريموتلي. في شغل تاني بقى اللي اسمه الجيج ده، بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن تاسك او بروجكت يتطلب منك. يعني مثلا يقول لك اعمل لنا لوجو، اعمل لنا ديزاين لصورة، اعمل لنا، اكتب لنا مقال. فالحاجة دي مش بيطلب منك انك تبقى قاعد اونلاين، لكن بيطلب انك تقوم بتاسك. فاسأل نفسك انا امتى هيبقى متاح ليا الوقت عشان اشتغل؟ هل انا يناسب ليا الريموت اللي هو ريموت وورك، ولا مناسب ليا الجيجز او اللي انا بشتغل بالبروجكت، يعني طلب مني تاسك انفذها؟ فلازم تحدد انت في اليوم، لو انت ناوي تشتغل فريلانسر لازم تحدد انا امتى هكون قادر على العمل. لازم احدد الساعات دي، لان على حسب عدد الساعات المتاحة ليك هتقدر تحدد ايه البروجكت اللي ممكن تقدم عليه السي في بتاعك، وايه البروجكت اللي ما تقدمش فيه. ممكن حد يقول لي ايه، لا بصي انت هنا بقى بتتكلمي ياما، واحنا مش محتاجين نتكلم ياما في الجزئيه دي. انا كل اللي هعمله اللي انا هقدم السي في وهتقبل في الوظيفه الريموتلي دي. والله لقيت الوقت مناسب كان بيها، ما كانش مناسب خلاص. لا، خلي بالك الدنيا مش ماشيه كده. لان انت حرفيا لما بتبدا تعمل بروفايل ليك او حساب على المواقع اللي بتقوم بعمليه التوظيف الاونلاين، فانت كل ما بتتقبل في جوب وتقدمها بشكل جيد ويكون ادائك كويس، فبتاخد فيدباك ايجابيه، بتاخد ستارز. ودي بتبقى ظاهره عندك على البروفايل بتاعك، اللي انت اتقبلت في كام وظيفه واشتغلت قد ايه وخدت رضا العملاء عنك كام نجمه. كل ما النجوم دي بتقل،
بالتالي لو انت خسرت وظيفه وقالوا ان الشخص ده طلع غير مسؤول، ده قعد يومين في الوظيفه وسابنا وجري وطلع ولا هو قادر يوفر حتى ساعتين ولا حاجه، ففي الحاله دي الستارز بتاعتك هتقل ورضا العملاء هيقل، وبالتالي ان انت يعاد توظيفك في اماكن تانية هيبقى مش موجود او ضعيف جدا. فخلي بالك قوي من الجزئيه دي. يبقى انا قبل ما بقدم على جوب بسال نفسي ليه الجوب دي هقدم عليها، وامتى الوقت المتاح عشان اشتغل على الجوب او التاسك الاونلاين دي. طيب احنا لما نيجي بقى نبدا نشتغل على السي في، ايه هي الستارت بوينت بتاعتنا؟ يعني ايه الستارت بوينت بتاعتنا؟ يعني انا ابدا منين؟ انا دلوقتي ماشي عايزه ابدا اشتغل على السي في او الريزوميه، ابدا منين؟ اول حاجه انت محتاج تبدا بيها بكل بساطه الايميل. لازم يكون عندك ايميل بروفيشنال ايميل. يعني ايه بروفيشنال ايميل؟ هنعرف دلوقتي حالا يعني ايه بروفيشنال ايميل. اول حاجه الايميل احنا بنقوم بعمليه انشائه عن طريق واحد من الايميل بروفايدر كمباني، يعني من الشركات اللي هي مزوده للايميلات. اشهر طبعا ثلاثه عندنا هم الياهو والجيميل والاوتلوك. طبعا الياهو والجيميل، الجيميل بالذات اكتر حاجه مستخدمه، لانه هو دلوقتي حتى الموبايل سمارت الاندرويد كلها مش بتشتغل غير بجيميل اكونت، فهتلاقي كل الناس عندها جيميل. طب هل ينفع الجيميل اكونت بتاعي استخدمه؟ اه، لو راعيت فيه، لو كان مطابق لمعايير معينه عشان يكون بروفيشنال. طيب هل ايميل بريد الوزاره الموحد ممكن استخدمه؟ لا، ما ينفعش تستخدمه. ليه ما ينفعش استخدم بريد الوزاره الموحد؟ اي بريد يخص اورجانيزيشن معينه لا يعتبر حساب شخصي، وبالتالي ممكن في اي وقت يتم اغلاقه. يعني البريد الموحد بتاع الوزاره ده انت دلوقتي بتستخدمه على اعتبار ان انت طالب، فانت عندك الايميل ده صح، والايميل ده انت واخده بناء او تم منحه ليك بناء على بروتوكول تعاون ما بين وزاره التربيه والتعليم وما بين شركه مايكروسوفت. طب هل انت عارف بروتوكول التعاون ده هيخلص امتى؟ لا. هل انت عارف الحساب بتاعك ده هيكسبايرد امتى؟ لا. هل انت عارف بعد ما هيكسبايرد هل هيطلب منك فلوس قد ايه عشان تفضل مشترك في الخدمة دي؟ لا. في الحالة دي لا يفضل ابدا ابدا اللي انت تستخدم اي ايميل، اي ايميل يكون ماله الايميل ده، يكون الايميل ده غير شخصي. دايما اشتغل في ايميل مع سجل الايميل بتاعك يكون ايميل شخصي مملوك لك انت. تمام. طب ينفع الايميل بتاع الجامعه؟ ما هو نفس الكلام يا جماعه، ايميل الجامعه برضو هينتهي العمل بيه وممكن يكسباير في اي وقت، فانت حضرتك هتكتب الايميل ده في السي في ازاي؟ فما ينفعش. طيب انا ازاي احكم على الايميل بتاعي هو بروفيشنال ولا لا؟ تعالوا كده عشان نعرف الايميل بتاعي بروفيشنال، تعالوا مع بعض نشوف مجموعه من الايميلات وهنشوف كل واحد ينفع ولا ما ينفعش. بصوا كده معانا على اول ايميل. اول ايميل بيقول لك ايه؟ خلينا ناخد القلم ده. اول ايميل بيقول له فيديو جيم برو 99، وطبعا اد بقى جيميل او ياهو. ايه رايكم في الايميل الاولاني ده؟ هل يصلح ان هو يكون ايميل مكتوب في سي في؟ استخدموا كده الايموشن، استخدموا الايموشن اللي عندكم يا شباب. هل ينفع؟ اللي حابب يستخدم الشات مفيش مشكلة، الشات استخدموا الشات أو آه الإيموشن. أهلا يا فريدة، أهلا يا محمد، أهلا يا ولاء، أهلا يا حامد. أول إيميل ده ما ينفعش خالص يكون إيميل بيتكتب في السي في. ليه ما ينفعش يكون إيميل يتكتب في السي في؟ لأنه بكل بساطة مكتوب فيديو جيم برو، يعني انت واحد بتلعب في الفيديو جيم رايح تقدم على وظيفة، ازاي؟ ما ينفعش. انا عشان اعمل ايميل بروفيشنال لازم يكون بالفيرست نيم واللاست نيم، لازم يكون بالفيرست نيم واللاست نيم. طيب تعالوا كده نشوف الايميل اللي بعده، سارة دوت جونسون. طبعا ده ينفع. ليه؟ ده الفيرست نيم اهو وده اللاست نيم، ما فيهوش اي مشكلة. طب الايميل اللي بعده بارتي جيرل 123 ينفع؟ ها؟
لا طبعا ما ينفعش، فعلا طبعا ما ينفعش. ازاي يعني بارتي جيرل؟ يعني فتاة الحفلة يعني ايه فتاة الحفلة؟ ده هتشتغل ازاي؟ اللي بعده ده اصلا انت كول دودر. ده اصلا مش اسم ولا فيرست نيم ولا لاست نيم، هو اوله بس احنا اللي احنا فاهمينه كلمة كول، اللي احنا فاهمينه منه، وبرده ده ما ينفعش. طب اللي بعده كده ليزا تومسون، ده ينفع فيرست ولاست. جيمس ويلسون ينفع فيرست ولاست. إيمي براون ينفع. طب ميشيل روبرتس ينفع. فوريفر ينفع. كات لوفر فوريفر لا طبعا ما ينفعش، وده برضو ما ينفعش. يبقى احنا نتعلم من كده ايه؟ ان اي ايميل انا بستخدمه لازم يكون فيرست نيم ولاست نيم. لو اي حاجه غير كده خلاص يبقى انت في الحاله دي مش هينفع تستخدم الايميل ده. طب انا اعمل ايه بقى في الحاله اللي زي دي؟ في الحاله اللي زي دي حضرتك بكل بساطه مطلوب من سيادتك ان انت تروح كده زي الشاطر وتعمل كرييت لايميل جديد، تعمل كرييشن لايميل جديد. طب انا هعمل ازاي لكرييشن لايميل جديد؟ طبعا انتوا عارفين احنا ازاي بنعمل كرييت لايميل جديد، بس خلينا بوجه عام كده نشوف مع بعض الموضوع يعني سريع، مش هناخد فيه وقت طويل. بس يعني بما اننا بنتكلم يلا بينا. احنا عندنا ممكن نستخدم اكتر من ويب سايت عشان نعمل كرييشن لايميل جديد. طبعا اشهر حاجات زي ما احنا قلناها هي الياهو والجيميل. فاحنا هنبدأ نبص، ممكن ناخد الجيميل. طيب خلينا ناخد كده الجيميل. خليكم كده يا شباب معايا. طيب هنبدأ دلوقتي مع بعض، هنشوف حالا دلوقتي على الجيميل أنا بقدر إزاي أستخدم الجيميل. طيب هنبدأ كده نشير كده التابة بتاعت أنا عندي آدي الويب سايت مثلا أهو الخاص بالجوجل. تمام، هدخل على الويب سايت. مجرد ما بدخل عليه كده انا بلاقي هنا في النقط دي بتديني الابليكيشن كلها بتاعت الجوجل، هلاقي هنا من ضمنها الجيميل. او عندي اهو تسجيل الدخول، بضغط عليه وهختار انشاء حساب جديد او كرييت اكونت، وهقول له الاستخدام الشخصي. فهنا هيقول لي ايه الاسم الاول بفرض مثلا، خلينا نخليه انجليش لان احنا طبعا لما تيجي تنشئ اي محتوى خليه طبعا باللغه الانجليزيه، لان هي دي اللغه اللي يعني معظم الناس بتتعامل بيها. وانت بالنسبه لك يعني كدوله اجنبيه لما تيجي تتعامل، فانت بالنسبه لك اللغة الأجنبية التانية ليك اللغة الإنجليزية، هي اللي أنت بتعرف تستخدمها. والله لو أنت شاطر في الفرنش وعايز تشتغل شغل مع عملاء باللغة الفرنسية فهتخليه فرنش. تمام، فأنا هبدأ أكتب الفيرست نيم مثلا. أنا اسمي مثلا مروة معاذ أهو، هكتب مثلا مروة معاذ. تمام، وهقول له نيكست. فهيبدأ يقول لي حطي البيزك انفورميشن، فأنا هبدأ مثلا أحط أي حاجة. خلينا هنا 2000 مثلا. تمام، وادي الجندر وهقول له نيكست. هو بيبدأ يقترح عليا مجموعة من الأسماء، يعني مكتوب مروة معاذ 963، معاذ مروة 243، ولا كرييت يور اون. فأنا هقول له كرييت ماي اون. اللي أنا عايزة أوصل بيه معاكم لو أنا هنا كتبت مروة معاذ وقلت له نيكست،
بيطلع لي الرسالة الحمراء دي اللي هي معناها ايه؟ بيقول لي ان that user name is taken، يعني في حد تاني واخد الايميل ده. يعني انا ما ينفعش اتنين يكون لهم نفس الايميل، زي بالظبط ما ينفعش اتنين يكون معاهم نفس رقم الموبايل. الرقم الموبايل لازم يكون مميز، نفس الكلام في الايميل، لازم الايميل ده يكون مميز. تمام. طيب انا هعمل ايه؟ انت قلتي ان الفيرست نيم الايميل لازم يكون بالفيرست نيم واللاست نيم، وما ينفعش حاجه تانية عشان يبقى بروفيشنال. انا في الحاله دي قدامي كذا اوبشن. اول اوبشن اللي انا بقول مروه، اجرب مروه دوت معاذ واقول له نيكست. لا برضو في حد واخده. طيب هخليه مروه اندرسكور معاذ واعمل نيكست. برضو قال لي لا، ده الاندرسكور ده ما تستخدمهاش، انت ممكن تستخدمي دوت بس، او تستخدمي ارقام. طيب انا في الحاله دي هعمل ايه؟ طالما انا قدامي الحاله دي وانا ما قداميش حل تاني، فانا في الحاله دي هستخدم الارقام. يبقى انا كنت ممكن من الاول استخدم ده او استخدم ده، مفيش اي مشكله خالص. يعني انا ممكن اقول له مثلا مروه معاذ مثلا 2000 واعمل نيكست. متاح. فانا هبدا اعمل باسورد هنا واكونفيرم الباسورد هنا. نفس الكلام لو احنا اشتغلنا على الياهو، نفس الكلام برضو لو انا دخلت على الياهو وممكن اكريت او اعمل ساين اب، يعني بنشئ حساب. فهيبدا برضو يقول لي اكتب الاسم بالكامل، ادي مروه معاذ. الايميل عايزاه اسمه ايه؟ فهقول له عايزاه اسمه مروه معاذ. والباسورد مثلا هكتب له كده المانس واحد، أي حاجة دي، واحد واحد 2000. تمام. وادي هقول له نيكست. فلما هقول له نيكست هيقول لي هنا عايز اللاست نيم معاذ. تمام. هقول له نيكست، فهو عايز الباسورد. هيبدأ يكريته. يبقى هنا عندي مروة معاذ @yahoo.com، ما فيهوش أي مشكلة، ومفيش حد واخده قبل كده. طب أنا لو لقيت حد واخده قبل كده هعمل إيه؟ في الحالة دي بكل بساطة برضو هزود أرقام عليه، بحيث إن هو يكون إيه؟ يكون مقبول وما يكونش في حد واخده قبل كده. تمام. يبقى انا كده اتكلمت في الستارت بوينت بتاعتك. او لما تبدا تقول انا هعمل سي في، اول حاجه حضرتك مطلوبه منك انك تعمل كرييت او تعمل ساين اب لايميل بروفيشنال، ايميل محترف. الايميل المحترف ده اعرفه ازاي؟ ان هو بيكون بالفيرست نيم واللاست نيم. وقلت اعمل الايميل ازاي؟ بعمل الايميل عن طريق الياهو او الجيميل او الاوتلوك. وقلت اكتر حاجه مستخدمه الجيميل. طب انا ينفع يكون عندي اتنين جيميل؟ طبعا ينفع يكون عندك اتنين جيميل وثلاثه واربعه unlimited. وينفع الياهو برضه يكون unlimited. اهم حاجه احنا نبعد على اي ايميلات بتخص organization، يعني مؤسسه. زي البريد الموحد للوزاره ما ينفعش استخدمه، البريد الموحد بتاع الجامعه ما ينفعش استخدمه، لان كل البريد دي بتبقى تابعه لبروتوكول وليها اكسباير ديت. انت بعد الاكسباير ديت الناس هتتواصل معاك ازاي؟ عامل بالظبط زي رقم الموبايل اللي انت هتكتبه في السي في، لازم يكون رقم الموبايل ده اصلا متسجل في وزاره الاتصالات باسمك. ليه؟ ما ينفعش الشريحه تضيع منك وتيجي تروح الشركه عشان تطلع شريحه بدل فاقد او يعني بدل اللي هي ضاعت منك، يقول لك لا اصلك الخط مش باسمك ما تعرفش تطلعها، لان السي في ده انت هتبعته للناس عشان تشتغل. طب انت السي في بتاع حضرتك ده رقم التليفون ده مش معاك، العميل هيتواصل معاك ازاي؟ فانا لازم الايميل ورقم تليفوني يكون حاجه واثق فيها. طيب تالت حاجه لازم اعرفها وانت بتبدا في الستارت بوينت، لازم تبقى فاهم كويس قوي ان انت في قبل اول ما تبدا ان انت عنوان حضرتك التفصيلي مش بتحطه. العنوان التفصيلي مش بتحطه. يعني ما بتحطش بقى تقول ايه 14 شارع النصر سموحه اسكندريه بجوار سوبر ماركت. لا، مش بتكتب العنوان كده. تكتب العنوان ممكن الاريا، يعني تكتب سموحه كوما الكسندريه كوما ايجيبت، سموحه اسكندريه مصر. وكمان الاكتر دلوقتي السائل ان انت بتكتب اسكندريه ايجيبت على طول. تمام.
فالستارت بوينت بتاعتنا بعمل ايميل بروفيشنال، اتاكد ان رقم الموبايل بتاعي ده شريحه ليا باسم انا. تالت حاجه بتاكد منها ان الادرس بتاعي انا مش بذكره بشكل تفصيلي في السي في. بعد كده ببدا اعمل تكنيك اسمه 3 بلوكس اور 4 بلوكس تكنيك. ال 3 بلوكس اور 4 بلوكس تكنيك دي عشان تبني السي في بتاعك دي بقى بالراحه كده. حط قدامك دلوقتي قلم ورقه، بالراحه كده جهز قلم ورقه معاك، لازم قلم ورقه يا شباب. طيب بصي يا مشيرة، أنا عارفة إن الشات بيبقى مقفول عند شوية من الناس، بس هو اللي بيحصل فعليا إن الناس اللي جوه الأورجنايزيشن بيبقى الشات أون، فأنا ما بقدرش أعمل حاجة للشات، لا إما أعمل له أون أور أوف. فممكن الناس تستخدم الكويشنز أند أنسر. تمام، يعني أنا ما بقدرش أعمل حاجة في الشات غير أون وأوف. تمام. أهلا يا إنجي، أهلا يا سيف، أهلا يا عمر، آمن، أهلا يا آمن. ايه بقى الثري بلوكس او فور بلوك؟ براحه كده. احنا عندنا عشان نملى السي في بقى بالداتا بمهارات بقى والشهادات والكورسات اللي انا باخدها، في تكنيك انا بستخدمه اسمه 3 بلوكس او 4 بلوكس. امتى يبقوا 3 وامتى يبقوا 4؟ بالراحه كده، تعالى نمسك الاول ال 3 بلوكس. ال 3 بلوكس دي عباره عن تكنيك انا بعمله عشان احدد رقم واحد حاجه اسمها السيرتيفيكيشنز. حاجه اسمها الايه؟ السيرتيفيكيشنز. يعني ايه السيرتيفيكيشنز؟ certifications معناها شهادات أكاديمية بحصل عليها من كلية أو جامعة، ودي بتبقى شهادة ليها اسم، بتبقى مثلا بكالوريوس أو ليسانس، وكمان بيبقى ليها جامعة وليها تخصص وليها درجة جيد جدا، ممتاز، مقبول مع مرتبة الشرف، وهكذا. يبقى السيرتيفيكيشنز هي عبارة عن الشهادات اللي حصلت عليها، ودي بتبقى من مؤسسات أكاديمية. زي ايه؟ يعني انا مثلا لو طالب فني، طالب فني، فانت عندك المدرسة الثانوية بتاعتك اسمها ايه؟ الشهادة اللي انت حصلت عليها اسمها ايه؟ اسمها دبلوم فني. طب التخصص ايه؟ والله تخصص طباعة منسوجات. السنة اللي انت حصلت عليها 2000 مثلا 24. طب التقدير، طبعا ما فيش تقدير، لكن في ايه؟ في درجة، تكتب كام في المية وكام بالدرجات. او لو انت خريج جامعي فانت ايه؟ عندك كلية. كلية تخصص ايه؟ كلية مثلا تجارة. تخصص ايه؟ محاسبة مثلا. طيب جامعة ايه؟ اسكندرية. اتخرجت سنة كام؟ 2024. التقدير العام بتاعك ايه؟ جيد جدا. يبقى السيرتيفيكيشنز هي الشهادات اللي حصلت عليها من مؤسسات، سواء كانت مدرسة او كانت كلية. طب انا ينفع اكون خريج كلية واكتب اسم المدرسة؟ بص، لو المدرسة بتاعتك ليها علاقة بتخصص الكلية أو تخصص الوظيفة اللي أنت عايز تقدم عليها فاكتبها. يعني مثلا طلاب مدرسة طلاب مدرسة وي عندهم تخصصات زي النتوركينج وزي البروجرامينج وزي التليكوميونيكيشن، وبالتالي فدي وظائف أو تخصصات بتعكس قد إيه إن هم اتعلموا تكنيكال في التخصصات دي. فبالتالي حتى لو هو خريج بعد الكلية دي دخل جامعة تكنولوجية وفيها تخصص، فوجود اسم المدرسة دي هيقوي السي في. ففي الحالة دي هيكتب السيرتيفيكيشن بتاعة المدرسة بتاعة وي، وكمان السيرتيفيكيشن بتاعة الكوليدج أو الكلية. يبقى أول بلوكاية أنا بجيب كده قلم ورقة وبقعد أكتبها، بكتب الشهادة اللي أنا حصلت عليها. الشهادة دي بتبقى الشهادات معناها حاجة حصلت عليها من مؤسسة أكاديمية، وبالتالي دي بتمنحك درجة علمية. يعني إيه الدرجة العلمية؟ يعني مثلا لو أنت خريج مثلا، أنت خلصت الشهادة الإعدادية وخلاص ما كملتش تعليم، فأنت دلوقتي عندك ده اسمها شهادة إيه؟ ده تعليم متوسط، صح كده؟ فهتكتب تعليم متوسط المدرسة كذا 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 الإعدادية، اسم المدرسة والسنة اللي أنت خلصت فيها الشهادة الإعدادية. لا يا ميس، ده أنا دبلوم، أنا خلصت الثانوية دبلوم. يبقى أنا اسم المدرسة، أنت دبلوم نوعه إيه؟ تجاري، صناعي، فني. تجاري نوعه إيه؟ والتخصص لو في أقسام، قسم إيه؟
والدرجة اللي انت حصلت عليها كام. تمام. طب لو انا خريج كلية فانا مش بكتب المدرسة، بكتب على طول الكلية، حصلت على بقول اسم الشهادة دي ليسانس ولا بكالوريوس. طيب كانت كلية ايه والجامعة ايه، السنة اللي اتخرجت فيها والتقدير اللي انا حصلت عليه او الدرجة اللي انا حصلت عليها. وبضيف لو انا خريج كلية هضيف اسم المدرسة الثانوي، لو المدرسة الثانوي دي هتضيف لي وهتضيف ليا اللي انا حد بروفيشنال اكتر، زي مدارس التكنولوجيات التطبيقية كلها تعتبر ان هي اضافة للسي في. طيب دي كده اول بلوكية، دي اول حاجة. كل اللي انا بكتبه دلوقتي ده بكتبه في ورقة بره. انا بجهز دلوقتي المكونات اللي انا هبني بيها السي في، عشان لما اجي ابدا ابني السي في تلاقي كل الداتا موجوده. يبقى اول حاجه احنا عملناها الايميل، تاني حاجه دلوقتي بنعملها الثري بلوكس او فور بلوكس تكنيك. طيب تاني بلوكايه هيبقى فيها ايه؟ تاني بلوكايه هيبقى فيها الكورسز، تاني بلوكايه هيبقى فيها الكورسز. طب خليني كده، خلينا نعمل دي سند تو باك عشان يبقى اسمها باين بس كده. يبقى اول بلوكايه هي السيرتيفيكيشنز، تاني بلوكاية بتبقى الكورسز، تاني بلوكاية اللي هي الكورسز. الكورسز دي بقى هي عبارة عن ايه؟ بص يا سيدي، الكورسز هي عبارة عن الدورات التدريبية اللي انت حضرتها، ودول نوعين. دول ايه؟ نوعين. في حاجات بتبقى اونلاين وفي حاجات بتبقى اوفلاين. اونلاين يعني حضرها زي ما انتم بتحضروا دلوقتي معايا الويبنر. وفي حاجات بتبقى اوفلاين يعني سنتر تعليمي انت بتروحه وبتحضر فيه الايه، الكورس ده. تمام. والاونلاين نفسه نوعين، في اونلاين تابع لسنتر، وفي اونلاين ممكن انت تتعلمه لوحدك على اليوتيوب. يعني مثلا بالراحه كده، انا دلوقتي بحضر كورس اونلاين، والله مثلا شركه نيو هورايزون عامله كورس اونلاين في البروجرامينج مثلا، الجافا، وانا بتعلمها اونلاين. فانا هكتب الكورس بتاعي ايه؟ بروجرامينج ويز جافا لانجويج، والكورس مثلا كان عباره عن 40 ساعه، والمركز اللي منحني الشهاده دي مثلا نيو هورايزون. بس يبقى انا بكتب اسم الكورس، وبكتب عدد الساعات بتاعة الكورس، وبكتب تالت حاجة المكان اللي أنا حصلت منه على الشهادة دي. طيب سؤال، دلوقتي لو أنا دخلت على قناة على اليوتيوب تشانل دي عليها واحد عامل حوالي 60 فيديو، كل فيديو حوالي 3 ساعات، بيعلم فيه الفوتوشوب من أول الصفر لحد المحترفين، هل ممكن أكتب كورس زي ده؟ ممكن أكتبه. هكتب إيه بقى الكورس؟ هكتب هكتب اسم العنوان الكورس زي ما هو كاتبه على التشانل. يعني هو مثلا كاتب مثلا على التشانل ان البلاي ليست دي اسمها مثلا فوتوشوب كورس from beginning to professional او from A to Z. فانا هكتب نفس العنوان نفس الاسم، وهكتب كوما، وهكتب اسم الشخص البروجرامر اللي عمل التشانل دي كوما، وهكتب برضو عدد الساعات بتاعت الفيديوهات دي كلها. تمام. يبقى انا في الكورسز بكتب الدورات التدريبيه اللي انا حضرتها، وخلي بالك الدورات التدريبيه اللي انا حضرتها دي في حاجات منها ممكن تكون اونلاين وفي حاجات ممكن تكون اوفلاين، وفي حاجات منها ممكن تكون عن طريق سنتر يعني مكان ليه اسمه ومعروف، وممكن تكون عن طريق تشانل فيها بلاي ليست لفيديوهات. بس خلي بالك من حاجة، ما تروحش كده الواحد ولا معاه شهادة ولا معاه أي حاجة وتتفرج على فيديو 5 دقايق وتقول أنا هكتب ده كورس. أنا وأنت عارفين كويس إن الكورسات لازم تكون حد محترف، تكون عدد ساعاتها كبيرة، يعني ما تقلش مثلا عن 12 18 ساعة 20 ساعة، ولازم تكون الشخص اللي بيقوم بيها فعلا محترف، بيتكلم كده ترمينولوجي صحيحة وبيشرح بشكل صحيح وواضح، وفعلا تكون انت بعد الكورس ده عندك برودكت ليه. ثالث بلوكاية وهتعتبر الأخيرة لو احنا بنمشي بالثري بلوكس تكنيك، ودي هتبقى السكيلز. ايه هي السكيلز؟ السكيلز هي الحاجات اللي انت اتعلمتها، سواء اتعلمتها من الكورسات او اتعلمتها from hands on activity. طب ايه الفرق؟ بالراحة كده، لو انا هنا في السيرتيفيكيشن انا خريجة كلية تجارة قسم محاسبة، كويس كده،
وبالتالي فطبيعي قوي اللي انا يكون عندي هنا في المهارات اللي انا عندي مهارات على القيام بالعمليات الحسابيه المعقده على برنامج الاكسل، صح كده؟ فدي سكيل اتعلمتها منين؟ نتيجه للي انا كنت في كليه دي، كليه تجاره. طيب نفس الكلام انا حضرت كورس فوتوشوب، فطبيعي يكون السكيل اللي عندي اللي انا بقدر استخدم الستريتور مثلا عشان اكريت لوجو. دي مهاره اتعلمتها منين؟ من الكورس ده. طيب يبقى انا السكيلز ممكن حاجات، مهارات انا بمتلكها اتعلمتها من بناء الشهاده اللي انا خدتها، او بناء على الكورسات دي، او بناء على اني قمت بالنشاط ده فعلا في الحياه. يعني ايه مثلا؟ انا دلوقتي عندي عربيه، كويس؟ العربيه دي اكيد كل شويه بتعطل. انا بناء على اللي هي كل شويه بتعطل، ايه اللي حصل بقى ما كل شويه بتعطل؟ انا اتعلمت آه... تمام يا يوسف، ولا يهمك، مفيش مشكلة. تمام، أهلا يا فاطمة، ماشي مفيش مشكلة خالص. هننزل لكم كمان شوية الفورم بتاع الشهادات، أوكي؟ هتملوا انتوا بإيديكم، يعني مش هناخد الأسماء من الناس اللي حاضرة. هنزل لكم لينك الفورم اللي هتسجلوا فيه عشان الشهادة. بعد كده السكيلز بقى تاني نوع، يبقى قلنا اول نوع من السكيلز بتبقى مهارات انا اكتسبتها نتيجه للسيرتيفيكيشن او الكورسز. في بقى سكيلز انا اتعلمتها، زي مثلا انا دلوقتي عندي عربيه كل شويه بتعطل، فبما انها كل شويه بتعطل انا بقيت محترفه انا كمان اعمل ايه؟ اللي انا اصلح فيها شويه اعطال. فهل مهارة تصليح أعطال العربية دي أنا اتعلمتها في كورس؟ لا. أنا اتعلمتها في شهادة؟ لا. لكن دي مهارة أنا اكتسبتها بحكم الحياة اليومية، بحكم الأكتيفيتيز اللي أنا بعملها كل يوم. فدي برضو سكيلز بتتكتب، وخاصة لو سكيلز ليها علاقة بالإيه؟ ليها علاقة بالوظيفة اللي أنت بتارجتها. يعني مثلا أبسط مثال على كده، إن إحنا بنلاقي الناس الديزاينر ان هم يكون عندهم القدره على تنسيق الالوان، ان هم عندهم ثقافه بصريه. الثقافه البصريه دي حاجه انت بتتعلمها كده، بتلاقي انت عينيك تقدر تدرك الحاجات الخاصه بالفيجوالز، وبتقدر تحتفظ بيها وتقدر تكريت بعد كده منها فيجوالز. فدي حاجه انت اكتسبتها كده، فبالتالي دي سكيلز انت ممكن تقدر تكتبها. يعني مثلا لما تيجي تقول التيم ووركينج دي سكيلز، او الكوميونيكيشن سكيلز دي اكتسبتها عن طريق ايه؟ ان انا بعرف اشتغل في فريق. طب انت عرفت ده ازاي؟ اصل احنا اتطلب مننا نعمل مشروع جروب مع بعض، 5 افراد مع بعض، وقعدنا نقسم المهام ونشتغل مع بعض، وكنا بنتناقش ونتعارك ونحل الموضوع. لا ده انا يا ميس كمان، ده انا كنت الليدر، ده انا عملت كذا، ده انا عملت كذا. ففي مجموعه من المهارات انت بتكتبها، مش شرط خالص تكون اتعلمتها في كورس او في سيرتيفيكيشن، لا دي ممكن مهاره اتعلمتها في الحياه. فانا باجي على جزء السكيلز ده اللي هو تالت بلوكايه السكيلز، وانا مطلوبه دلوقتي منك تقعد تفكر ايه المهارات اللي عندك. طيب هل في انواع معينه للمهارات ممكن اللي احنا نتعامل بيها؟ اه طبعا. هل انا اعرفها ازاي؟ بكل بساطه كده، انا لو دخلت كده على مثلا على الانترنت وانا عايزه اشتغل جرافيك، او خلينا نبقى دقيقين اكتر، فوتوشوب جرافيك ديزاينر سكيلز، كتبت كده الفوتوشوب جرافيك ديزاينر سكيلز، يعني ايه؟ يعني مهارات مصمم الجرافيك بالفوتوشوب. فانت هتلاقي لو دخلت كده على اللينكد ان، هتلاقي ناس عمالة تتكلم على كل وظيفة من دي، ويقول ايه الحاجات اللي بيبقى شاطر فيها وايه الحاجات اللي بيتعمل بيها. فانت بتبدأ تشوف ايه الأهم مهارات في الجرافيك وتبدأ تشتغل بيها. طيب انا مثلا واحد بشتغل في الحسابات، فانت ممكن تكتب هنا ادي ده الاكاونتنت سي في سكيلز اهي، ادي اهي السكيلز. مش هتاخدها بقى كوبي وبيست، بتعمل ايه؟ اقراهم كويس قوي، وابدأ شوف فعلا ايه السكيل اللي عندك وايه اللي مش عندك. طيب انا لو انا في سكيل مثلا مش فاهمها يعني ايه، فانا ممكن اخدها برضو كوبي، وانا هقول له ايه؟ what is mean كذا
فهو هلاقي كذا مكان بيبدأ يشرحها لي ايه البرنسبل دي. تمام. يبقى انا تاني برجع كده تاني بقول ان انا في جزء السكيلز دي انا ممكن تكون عندي مهارات انا اتعلمتها في كورس او السيرتيفيكيشن، وممكن كمان اكون اتعلمتها في الحياة. وكل وظيفة بيبقى ليها مجموعة من المهارات. فانت اقعد اسأل نفسك انت حابب تشتغل في ايه اونلاين، حابب تشتغل فريلانسر في ايه. انا عايزه ابقى ديزاينر، انا عايزه ابقى ماركتير، انا عايزه ابقى مثلا ادفرتايز ادمن، انا عايزه ابقى سوشيال ميديا ادمن، انا عايزه ابقى كذا، انا عايزه ابقى. بتحدد الوظيفه وتبدا تعمل سيرش عن السكيلز المرتبطه بالوظيفه دي. هتطلع لك مجموعه من السكيلز، ابدا اقراهم واحد سكيل باي سكيل، وشوف هل هي عندك ولا مش عندك. ولو انت مش عارفها ابدا اعمل ايه، ابدا اعرف معناها ايه، وابدا شوفها هي عندك ولا مش عندك. تمام. يبقى انت دلوقتي لحد دلوقتي احنا عملنا ايه؟ لحد دلوقتي احنا عملنا 3 تكنيكس بلوك. 3 تكنيكس بلوكس. ايه 3 تكنيكس بلوك؟ 3 تكنيكس بلوك ده هو التكنيك اللي احنا عملناه عشان اقدر اكتب السي في. طب امتى هستخدم الفور بلوك تكنيك؟ الفور بلوك تكنيك ده هتستخدمه لو انت عملت حاجة اسمها بروجكت. البروجكت دي بالراحة، لو انت اتخرجت من الكلية او اتخرجت من مدرسة فنية وبتعمل في الاخر مشروع تخرج، فانت هيبقى عندك قسم في السي في اسمه البروجكت، ودي الحاجات اللي انت عملتها. ودي بتبقى عبارة لا اما مشروع تخرج، لا اما تكون تاسك او اساينمنت كبير قوي. زي ايه مثلا؟ انت كان مطلوب منك انك في سنة مثلا من السنين جيت اشتركت مع 5 من صحابك وعملتوا مثلا بنيتوا أداة أو معدة أو ماشين. الماشين دي مثلا بتعمل تنقية للمية، عملتها عشان تشترك بيها في مسابقة. ده كده بروجكت تقدر تكتبه هنا. لو انت مثلا كان عندك في المدرسة مشروع تخرج ولازم في مشروع التخرج ده تعمل برزنتيشن ليه، وده كان بحث كبير وبتاخدوا عليه درجات، فهتكتبه في البروجكت. ممكن البروجكت ان انت عملت ابلكيشن، ممكن البروجكت تكون عملت برودكت. يعني ايه برودكت؟ يعني بنيت ماشين، عملت روبوت، بنيت حاجه. تمام. فامتى انا هستخدم الثري بلوكس تكنيك بس؟ يعني هقف لحد السكيلز بس. هقف لحد السكيلز بس لو انا ما عنديش بروجكت. هاخد بروجكت امتى؟ لو انا كان عندي جراديويشن بروجكت او مشروع تخرج سواء في المدرسه الثانويه او في الكليه، او كان عندي تاسك، او انا عملت ابلكيشن او برودكت، او كمان انا اشتغلت قبل كده. يعني انا اشتغلت قبل كده فريلانسر مثلا، وحد كان طالب مني لوجو فعملته له وعجبه وخدت ثمنه، فانا بحط في البروجكت ان انا في مره عملت لوجو العميل. يبقى انا بستخدم 3 بلوكس تكنيك لو انا لسه مبتدئ وما عملتش خالص ولا مشروع. هخليهم 4 بلوك لو انا عندي بروجكت. انا ليه كاتبه الاربعه ايتم؟ ايه الاربعه بلوك دول؟ انا هستخدمهم في ايه؟ انا دلوقتي بجهز الحاجات اللي انا هستخدمها عشان احطها جوه السي في او الريزوميه. فلازم اكون عارفه الشهاده بتاعتي، وعارفه سنه التخرج كام، وعارفه اسم الكليه والتخصص والجامعه. الكورسات لازم اكون كاتب اسماء الكورسات وعارف هما كام ساعه، ومحدد كل كورس انا خدته منين، كان على اليوتيوب تشانل ولا كان في سنتر، والسنتر ده اسمه ايه. والسكيلز هي المهارات اللي انا بعرف اقوم بيها، وسواء اتعلمتها في الكورسات او سيرتيفيكيشنز، او انا اتعلمتها من واقع الحياه من خبرتي، حاجات اتعلمتها كده. واخر جزء بيبقى في السي في او الريزومي هو البروجكت. والبروجكت دي لا اما انا شخص مبتدئ فبحط في البروجكت دي الجراديويشن بروجكت او مشروع تخرجي، او بحط فيه المشروعات اللي انا قمت بيها قبل كده العملاء، شغل عملته سواء بعته او اتبرعت بيه عملته يعني فور فري، او ابلكيشن او برودكت انا صنعته وانا لسه في المدرسة. تمام كده. العافية مشيرة على ايه يا جميل. طيب انا كده مجهزه خلاص بقى، انا كده مجهزه الايميل، مجهزه رقم، مجهزه ايميل بروفيشنال بالفيرست نيم واللاست نيم، ومجهزه رقم تليفون. التليفون ده باسمي انا، لو ضاع هعرف اعمل تاني بديل للشريحه بتاعته. تالت حاجه انا عارف العنوان، انا هكتب اسكندريه ايجيبت او هكتب سموحه اليكس ايجيبت. وعملت ال 3 بلوكس اور 4 بلوكس تكنيك. وخلي بالكم المرحله دي 3 بلوكس اور 4 بلوكس تكنيك دي اطول مرحله انت
بتشتغل فيها. دي محتاجة منك انك تقعد كده ترفلكت وتقعد تفكر كويس قوي في كل الكورسات وكل السكيلز. نسينا نقول حاجة، هل لو كورس انا لسه ما خلصتوش اكتبه؟ لو كورس لسه ما خلصتوش اكتب، واكتب ongoing. يعني ايه ongoing؟ يعني لسه شغال فيه. وممكن كمان تكتب بلاند كورسز، ده انا خلصت الفوتوشوب وهعمل كمان، هبدا اخد كورس الستريتور بعد ما اخلص الفوتوشوب على طول. انا خدت البروجرامينج وهاخد كمان ديزايننج اليوزر انترفيس بيتعمل ازاي. انا والله درست محاسبه وهاخد كمان ازاي اعمل موازنه عامه للشركه. فدي حاجه كويسه، ودي حاجه بتضيف لك، بتقول قد ايه الشخص بتعمل بلان للوظيفه بتاعتك، وبيوضح الكارير ديفلوبمنت اللي انت بتقوم بيه. تمام. انا دلوقتي خلاص كتبت معايا في ورقه الايميل، ومعايا رقم تليفوني والعنوان، وكاتب الشهادات بتاعتي 1 2 3 4، وكاتب الكورسات 1 2 3 4، وكل كورس بالظبط اخدته في كام ساعه وخدته فين بالظبط، وكتبت السكيلز اللي انا شاطر فيها، وحددت ايه البروجكت اللي انا عملته. وخلي بالكم في البروجكت نكتب اسم البروجكت ايه، وبندي هنت صغير عنه. يعني مثلا انا دلوقتي عملت جراديويشن بروجكت بتاعي عباره عن تطبيق، فانا مش هقول له انا عملت تطبيق اسمه مثلا اسمه مثلا تكنيك. انا عملت ابلكيشن اسمه تكنيك. ايوه، الابلكيشن ده بيعمل ايه؟ لازم تقول والله الابلكيشن ده احنا اولا احنا تيم اوف فور، يعني احنا 4 من 4 ممبرز، من 4 اشخاص، عملنا ابلكيشن على الاندرويد فون. الابلكيشن ده مثلا بيخليك مثلا يعني يديك مثلا الارم لو المفاتيح بعدت عنك 10 متر، يعني هتقع بقى او هتضيع منك او انت نسيتها في حته. لا، ده احنا عملنا والله ماشين اسمها مثلا بيكو، وبيكو ده عباره عن روبوت. روبوت ده بيقدر يدينا الارم في حاله مثلا حدوث زلزال، وهكذا. ولو انت كمان كنت مسؤول عن حاجه معينه في البروجكت فتكتبها. انا كنت مسؤوله عن الكود، انا كنت مسؤوله عن التيست، انا كنت مسؤوله عن البرزنتيشن، فتكتبها كمان. تمام. انا كده دلوقتي كاتب ده كل ده يدوي كده في ورقه. بعد كده هبدأ أعمل إيه؟ هتبدأ بقى تسأل نفسك، هل أنت عايز تكتب سي في، ولا عايز تعمل ريزوميه، ولا عايز تعمل كفر ليتر؟ هتقولي هو إيه الفرق بين التلاتة؟ التلاتة العامل المشترك فيهم إن هم كلهم بيتكلموا عنك، all about me، يعني كلهم بيتكلموا عنك. التلاتة كلهم بيتكلموا عنك. لكن إيه الفرق ما بينهم؟ أكبر واحد فيهم السي في، اللي أصغر منه شوية الريزوميه، الكفر ليتر هو أصغر واحد. الكفر ليتر بيبقى الصفحة واحدة بس، وصفحة كمان مش مليانة، يعني ممكن نقول 3/4 صفحة. الريزوميه بتبقى من صفحة ل2 بالكتير قوي. السي في لا، ده بيبقى كبير قوي. فتعالوا كده ناخدهم بالترتيب. السي في هو عبارة عن ايه؟ السي في بنقول عليه هو عبارة عن اكتر دوكيمنت بيبقى فيه شامل كل تفصيل تطور المهني بتاعك. في ايه؟ اسمك، في رقم تليفونك، في الايميل، في السكيلز، في السيرتيفيكيشن، في الكورسز، في الاكسبيرينس، يعني الخبرات دي ان شاء الله ما تشتغل في كذا مكان بتبقى عامل ليست بيها، واشتغلت كام سنه، وكل مكان اشتغلت فيه الجوب تايتل بتاعك ايه، وايه المهام اللي كانت مسنده فيك، وانت كنت متميز بايه. وكمان بتحط فيها لينك لللينكد ان بروفايل بتاعك. ففي كل حاجه خاصه بيك، اللي يقراه كده يحس ان هو بيقرا قصه حياتك. ده السي في. وبنلاقي ان السي في مش بيتغير، انت مش بتغيره كتير على حسب كل جوب، لا ده انت بتضيف عليه كل ما بيحصل تطور مهني. يعني انت السي في دلوقتي اللي هتعمله دلوقتي، هتلاقي انت ممكن كمان سنة تغير عليه الشكل العام، تغير حجم الخط، لون الخط، لكن انت مش بتحذف منه حاجة. انت كل لما بتعدي عليك سنة بتضيف عليه كورسات، بتضيف عليه سكيلز جديدة انت اتعلمتها، بتضيف عليه بروجكت جديدة. لو انت غيرت رقم تليفون فهتغير فيه رقم تليفون، بس لان انت عمال تضيف عليه حاجات جديده، كل ما تطور تضيف عليه، عشان كده السي في بيبقى كبير. اما الريزوميه بقى بتبقى من صفحه لصفحتين. ايه الفرق بين السي في والريزوميه؟ ان الريزوميه انت بتعملها عشان وظيفه معينه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي بدي كورسات في الارتفيشال انتليجنت، وبدي كورسات في الجرافيك، وبدي كورسات في داتا اناليسيس،
وبدي كورسات في المايكروسوفت ديزاينر. تمام. انا دلوقتي هقدم على وظيفة مدرس برمجة، فهل انا هكتب كورسات الجرافيك؟ لا، مش محتاجاها. ليه؟ لان ملهاش علاقة بالوظيفة دي. فبالتالي فانا باخد من السي في باخد من السي في هاخد من السي في السيرتيفيكيشنز كلها زي ما هي، لان دي مش بتتغير. لكن هكتب الكورسز والسكيلز اللي ليهم علاقة بالبرمجة بس. يبقى الكورس الجرافيك مش هكتبه. طب هكتب اللي انا بحب السباحة؟ لا، مش هكتبها. انا هكتب كل ما له علاقة بمين؟ بالبروجرامينج بس. ليه؟ لان هي دي الجوب اللي انا عايزة اقدم عليها. ده انا كمان عايزة اقدم على مدرس برمجة، يبقى انا هكتب كورسات البرمجة والكورسات اللي خدتها اللي ليها علاقة ان انا اخدت ماستر ترينر، حتى لو انا اخدت ماستر ترينر في كورس تاني. تمام. فهو دايما بيبقى الريزوميه جزء مقتطع من السي في، باخد منه مجموعه من السكيلز ومجموعه من الكورسز بس اللي في السي في عشان يناسب وظيفه معينه انا مقدم عليها. طب سؤال، طب انا دلوقتي لما اجي اقدم على وظيفه، ابعت لهم السي في ولا ابعت لهم الريزوميه؟ الناس المؤسسات المحترمه، مش المحترمه، المحترفه، هم بيبقوا عارفين ان في فرق ما بين الاثنين، فتلاقيه دايما بيطلب منك ايه؟ ابعت لي ريزوميه، فانت تبعت ريزوميه. في مؤسسات تانية محترفة بتقول لك ابعت لي ريزوميه وحاطه لينك تاني، ارفع لي كمان السي في. فهم عارفين بالظبط هم بيختاروا ايه. تمام. طيب لو انا حسيت ان هو كاتب لي كده يرجى ارسال السيرة الذاتية وخلاص، يبقى ابعت السي في كله على بعض. تمام. تمام. يبقى ده كده الفرق ما بين السي في والريزومي. يبقى السي في ده فيه كل حياتي من اول الاعدادي لحد الثانوي، كل الكورسات اللي باخدها وكل الوظائف وكل اكسبيرينس، كل بروجكت، كل حاجه كل حاجه في الدنيا. اما الريزومي، فالريزوميه دي بتبقى جزء مقتطع عشان اقدم على وظيفه معينه، فانا بنتقي من السي في الحاجات اللي ليها علاقه بالوظيفه دي، سواء كانت سكيلز او كانت كورسز وبروجكت طبعا. لكن الاديوكيشن او السيرتيفيكيشن دي حاجه ثابته مش هقدر اغيرها، لازم تبقى في السي في والريزوميه زي ما هي. تمام. طيب نيجي بقى على الكفر ليتر. والكفر ليتر ده اصغر حاجه، بتبقى تقريبا صفحه واحده بس، وده بيبقى عباره، يعني بصوا بالظبط كده نعتبره ده الايميل او الجواب اللي انت بتبعته للعميل او للشركه عشان تديهم كده ملخص انت مين. فبتبدا الاول بايه؟ بتبدا الاول بجريتنج، والجريتنج تبقى فورمال، يعني مش هالو ولا هاي، دايما تبقى دير مستر كذا. لو هو في حد معين اللي عامل الاعلان فهيبقى دير مستر كذا. طيب انا مش عارف والله هم كاتبين كده الاعلان تعلن شركه كذا عن حاجاتها لكذا كذا كذا، فانت هتكتب بقى ايه؟ دير اتش ار ديبارتمنت مانجر، يعني السيد مدير قسم الموارد البشريه. تمام. بعد كده هتبدأ ايه تعمل ايه بعد ما عملت فورمال جريتنج؟ هتبدأ بالانترودكشن لباراجراف، تقول انت مهتم بايه، مش انت ايه اللي انت انترست اباوت، يعني انت مهتم بايه. مش تقول له بقى انا مهتم والله بنادي الاهلي وبشجعه ومهتم قوي بالرياضة، لا، انت هتقول انت مهتم بايه ليه علاقة بالوظيفة اللي انت مقدم عليها. يعني ايه؟ انا اسمي مروه معاذ وانا مهتمه جدا بمجال البرمجه والتدريس عن اونلاين، ويشرفني وقريت الاعلان بتاعكم انكم محتاجين كذا كذا، وانا مهتميه جدا بالمجال ده وعندي خبره كبيره جدا وحابه ان انا اقدم على الجوب دي. ده كده اول سطرين. السطرين اللي بعديهم بقى هنتكلم على ايه؟ هدخل بقى على طول بالاكسبيرينس اللي عندي. ده انا اخدت كورسات كذا وعندي اكسبيرينس كذا وعملت كذا وكذا وكذا. بس خلي بالك مش هكتبهم في شكل نقط زي ما عملت في السي في. يعني انا في السي في كنت بكتب اسم الكورس وعدد ساعاته وخدته منين، صح؟ لا، ده انا بقى هقول لهم ايه؟ ده انا حصلت على عدد كبير من الكورسات، منها كورسات كذا وكذا، ودي امدتني بمجموعة كبيرة جدا من المهارات اللي تخليني قادرة على انشاء لوجوهات ومش عارفة احترافية ومبتكرة.
وانا كمان درست لطلبه، وكان حضر الويبنر مثلا 200 واحد ورفعوا السيفيهات بتاعتهم، وفعلا كانت في سيجنيفيشنت، او كان في آم، استفادة كبيرة قوي من الويبنر ده أنا درست ل 300 طالب كذا كذا، ومنهم مثلا 90% اجتازوا الاختبار بنجاح. فأنا ببدأ أحسسه إن الحاجات اللي أنا اتعلمتها في الآخر الأوت كام بتاعها إيه. يعني أنت خدت كورس برمجة، ماشي، بعد ما خدت كورس برمجة استفدت إيه؟ لازم تقول له انا بعد ما خدت كورس البرمجه ده عملت ابلكيشن بيخلي المستخدم يقدر مثلا ينظم مواعيده. انا خدت كورس الروبوتك، وبناء عليه عملت روبوت غواصه. الغواصه دي بتقدر تنقب عن المعادن النفيسه اللي بتبقى ساعات ضايعه من الناس وبتلاقيها. فانت بتعرفه الاكسبيرينس او الكورس اللي انت خدته، وازاي ده نمى مهاراتك وخلاك انت حد كواليفايد عشان تاخد الجوب دي. بعد كده بتنهي دايما الكفر ليتر بحاجه اسمها يعني بنقول عليها كول تو اكشن. كول تو اكشن ده معناها ايه؟ انت في الخطوه دي اكنك بتقول له انت عايزه يعمل ايه. فبتقول له ايه؟ انا والله waiting for your communication او waiting for your call to schedule a meeting او an interview. انا والله مستني تليفونك عشان نحدد انترفيو، او انا مستني تليفونك او ايميلك عشان ابعت لك البروجكت بتاعي، او انا مستني المكالمه بتاعتك او اونلاين ميتنج عشان ندسكاس الشغل هيتم ازاي. فانت بتعرفه ايه اللي مطلوب. ليه؟ لأن أنت دلوقتي بتقدم على وظيفة، أنت مش واحد كده قاعد يعني بتشحت وظيفة، لأ، أنت هتديله مجهود ووقت وهتاخد قصاده فلوس. فاسأل نفسك أنت محتاج إيه؟ هل الإعلان الوظيفة مكتوب فيها كل حاجة حتى المرتب معروف؟ فأنت خلاص أنت بقى waiting for إن أنت انترفيو بس، ولا أنت محتاج إن أنت يكون في ميتنج عشان نيجوشيت السالري، ولا انت محتاج تعمل معاه ميتنج عشان تنجوشيت اصلا البروجكت اللي هو طالبه وتعرف تفاصيله ايه. يعني ممكن يكون هو يقول لك ايه، تحتاج الشركة لمشروع يختص كذا، ومش كاتب تفاصيل، هو مش عايز حد يعرف دلوقتي التفاصيل. اللي هيرسي عليه الجوب الاثنين الثلاثة اللي هو هيختارهم ولسه هيعمل لهم فلتريشن، هو بس اللي هيقول لهم التفاصيل. تمام. فانت لازم تعرفه ايه الكول اوف اكشن اللي مطلوب منه، انا مستني ايه، هو المفروض يعمل ايه الخطوه الجايه. واخر حاجه طبعا بتعمل بروفيشنال سيجنتشر، اللي انت بتقول ايه waiting for your kind reply thanks and best regards، وبتكتب اسمك. تمام. طب تعالوا كده مع بعض نشوف اكزامبل لكل واحد فيهم. تمام. يبقى انا عندي السي في اكبر واحد، ريزوميه بتبقى من واحده لاثنين عشان تناسب وظيفه معينه، فبختار كل الكورس وكل السكيلز والاكسبيرينس اللي ليها علاقه بوظيفه معينه. والكفر ليتر انا هنا بقدم على وظيفه معينه، فبيبقى فيها كده تحس ان هي شويه ايموشنالي اكتر، وبتبقى ملخص كبير، ملخص اكتر عن الحاجات السابقه. تمام. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف. طيب نبدأ الأول بالسي في. ده كده السي في، هتلاقيه 11 ورقة. ادي السي في ده. بصوا بداية الأول education certification، دي اللي حصلت منهم على الكليات. هتقولي طب انت ليه عاملة 3 في الإديوكيشن؟ لأن دي شهادة البكالوريوس، ودي شهادة الدبلومة خاصة، ودي شهادة الدبلومة المهنية، والتلاتة من كلية التربية جامعة اسكندرية. وبالتالي فالتلاتة دول يتكتبوا في الإديوكيشن، لأن الكلية دي اورجانيزيشن أكاديمية. وادي هتلاقي عندي رقم التليفون، وادي الإيميل أهو، وادي هتلاقي اللينك بتاع اللينكد إن، وده اللوكيشن، وادي اليوتيوب تشانل. اليوتيوب تشانل دي مفيدة ليه؟ لو أنا بقدم على وظيفة ترينر أونلاين، فلازم اليوتيوب تشانل اللي بيبقى عليها الفيديوهات الكورسات. وكمان بقول له ان انا معايا مايكروسوفت ترانسكريبت، ومعايا كريدلي بروفايل كمان. تمام. طيب ننزل بقى تحت كده شويه، بلاقي الاكسبيرينس. الاكسبيرينس دي احنا ليه ما قلنا لهاش في الثري بلوكس؟ لان انتوا المفروض لسه طلبه، فانتوا ما عندكمش اكسبيرينس.
لو في اكسبيرينس فبنضيفها، هيبقى عندي 5 بلوكس. فالاكسبيرينس طيب عموما برضو عشان تبقوا عارفين بكتب الاول البوزيشن، بعد كده بكتب الاورجانيزيشن اللي هي بشتغل فيها، وبكتب الوقت اللي تم العمل فيها، يعني من كام، من سنة كام لسنة كام، او من الشهر والسنة، وبكتب التاسك او المهام الوظيفية اللي كنت بقوم بيها. يبقى بكتب البوزيشن، بعد كده المؤسسة، بعد كده الفترة الزمنية من كام لكام أنا اشتغلت في المكان ده، وبعد كده بكتب المهام الوظيفية اللي كنت موكلة بيها. يعني إيه المهام الوظيفية؟ يعني إيه الأعمال اللي كنت أنا مسؤولة عنها. تمام؟ برتبهم من الأحدث للأقدم، يبقى أحدث حاجة هي اللي فوق والأقدم تحت. طبعا هنلاقي هنا مثلا في حاجة اسمها till present. يعني ايه present؟ لحد دلوقتي. يعني ايه till present؟ لحد دلوقتي يعني الوظيفة دي لسه انا موجودة فيها. تمام؟ لو احنا نزلنا كده لتحت شوية، كل ما هننزل تحت هنلاقي وظائف قديمة، كل وظيفة مكتوبة. مثلا هنا دي مدرسة معالي السيوف مثلا، كنت فول تايم، كنت بشتغل فيها فول تايم من 2007 ل 2009، ودي المهام الوظيفية فيها. بعد كده هنلاقي certifications، دي certification برضو من جامعة اسكندرية في تويفل. بعد كده الكورسات، بلاقي هنا مثلا انا مقسماهم AI، يعني كورسات في الاي اي. بعد كده في عندنا بروجرامينج، بعد كده في كمبيوتر ساينس كورسز، وانا مقسماهم بالشركات. يعني مثلا شهادات الMTA دولت هتلاقيهم 6 شهادات، السيسكو نتوركينج اكاديمي واخده فيها 4 شهادات. فانا ببدا اكتب كل الشهادات حسب الشركه. طبعا انتوا هتبقى لسه الكورسات عندكم قليله، فانتوا مش محتاجين توزعوها بالطريقه دي، انتوا بس هتكتب اسامي الكورسات في بوينت كده ورا بعض. تمام؟ بعد كده انا كده خلصت CV، فانا عندي CV 11 ورقه. طيب فين بقى الريزومي؟ الريزومي ده مثلا انا هوريكم اهو، ده ريزومي. الريزومي ده معمول لوظيفه الداتا اناليست. وظيفة داتا اناليست يعني محلل بيانات. ادي العنوان، وادي رقم التليفون، وادي الايميل. عامله الاول بروفايل سامري، واحنا هنشوف البروفايل سامري دي هنعملها ازاي. بعد كده هو الاديوكيشن، نفس الثلاث شهادات بتاعه الكليه، لان احنا مش هنشيل منهم كتير. تعالوا بقى بصوا للاكسبيرينس قد ايه. ادي 1 2 3 4 بس. الله، فين الاكسبيرينس الكبيره؟ ما هي خلاص بقى الاكسبيرينس الكبيره دي عملت فيها ايه؟ اخترت منها بس الحاجات اللي ريليتد بوظيفه الداتا اناليست. طب السكيلز نفس الكلام، السكيلز اخدت بس السكيلز اللي ليها علاقه بالداتا اناليست. وفي الاخر بقى ابتديت اكتب الكورسز اللي انا حصلت عليها في المجال ده، وما كتبتش لسه البروجكت. يبقى الريزوميه هنا هتلاقوه كام؟ 4 ورقات. لكن CV كان كام ورقه؟ كان 11. طيب الكفر ليتر، ادي الكفر ليتر. الكفر ليتر زي ما انتم شايفين هو واخد شكل الايميل بالظبط، عامل اكنه جواب او ايميل، مكتوب فيه الاسم واللوكيشن والتاريخ ودير هايرنج مانجر، يعني المسؤول التوظيف. I am writing to express my strong interest. فاكرين لما قلنا احنا بنبدأ بالجملة، أول جملة interest؟ أنا بقول interest في إيه؟ في training manager position at Clipboard Hills. ده كانت شركة كانت طالبة training manager. تمام؟ بعد كده ببدأ أعمل السمري ده، cover letter ده، وفي الآخر قلنا بنختمه بإيه؟ بثانك يو، واكتب في الآخر السيجنتشر اسم. طيب احنا دلوقتي لحد دلوقتي معانا السيرتيفيكيشن والكورسز والسكيلز، وعايزين نعرف احنا المفروض هنبدأ نشتغل ايه. طيب تعالوا كده نشوف هنبدأ بقى نشتغل ازاي.
بصوا كده، انا عشان ابدا اشتغل على السي في، انا خلاص كده حضرت تقريبا كل حاجه، صح؟ يعني انا محضره كورسز وسيرتيفيكيشن. هبدا بقى اسال نفسي ايه التمبلت اللي انا محتاجه استخدمه عشان ابني السي في او الريزوميه او الكفر ليتر. يبقى انا دلوقتي بعد ما حضرت التكنيكس والبلوكس كلها عملتها وكل حاجه، هبدا اسال نفسي انا خلاص عرفت الفرق بين السي في والريزوميه والكفر ليتر. انا دلوقتي عايزه اعمل سي في، هعمله بقى ازاي؟ اول حاجه هتختار التمبلت، هتشوز التمبلت، مش هبنيها انا. طب هتشوز التمبلت ازاي؟ بكل بساطه انت عندك كذا موقع ممكن يبني لك تختار منه تمبلت. وانا صراحه اكتر حاجه بحبها جدا الكانفا بحبها، لانه اولا موقع بسيط جدا. ممكن لو انت معاك موبايل بس تعرف تستخدمه، ما عندوش اي مشكله في اي حاجه. فخليني كده طيب أبدأ معاكم. اتكلمنا عن الكانفا. ميني. خلينا كده نعمل كابتشر للويندو. تمام. طيب يلا بينا نشير. ادي ويب سايت الكانفا، وده من اكتر الويب سايت اللي بيتم استخدامها. فيها تمبلت لكل حاجه، فيها تمبلت للبرزنتيشن، فيها تمبلت للموفي، فيها تمبلت لكل حاجه. انتوا الشير عندكم واقف يا شباب؟ ثواني كده. تمام. اوكي. تمام كده هيشتغل. ادي entire screen اهو. ده الكانفا ويب سايت. بتلاقي عليه كل حاجة تتخيلها، تمبلت لكل حاجة. فهو حلو جدا. فلو انتوا عايزين تبدأوا فيه، فانت لما تدخل على الكانفا طبعا هتعمل لوج ان ويز الجيميل عشان يبقى ليك اكونت على الكانفا. بعد كده بتلاقي عندك تقسيمات حلوة جدا، في دوكيمنت، في وايت بورد، في برزنتيشن، في سوشيال ميديا، في فيديو، في ويب سايت. طبعا احنا عايزين دوكيمنت. تمام. وعايزين يكون سي في، فانا ممكن اجي هنا فوق على طول اكتب سي في تمبلت، وهختار كانفا تمبلت عشان يدور لي مش في الحاجات اللي انا عملتها، لا يدور لي على التمبلت اللي اوريدي موجوده على الكانفا. تمام. زي ما انتم شايفين اهو بتظهر لي تمبلت كتيره جدا. انا طبعا بختار اكتر تمبلت انا شايفاه مناسب ليا.
وطبعا كل ما التمبلت يكون بسيط يكون افضل عشان يعدي على حاجه اسمها الاي تي اس او الابلكيشن تراكنج سيستم. ودي عباره عن ابلكيشن بتشتغل بالذكاء الصناعي، بتفلتر السيفيهات اللي مبعوثه. فدايما نحاول نخلي السي في على قدر الامكان ابسط حاجه، ونخلي بالنا ان الحاجات اللي عليها الكراون دي بتبقى paid، يعني للناس اللي هي بتدفع في الحساب بتاعها عشان يكون برو. تمام كده؟ طيب، فهنيجي دلوقتي سي مثلا انا عاجبني التمبلت، اختار اي تمبلت عاجبني. انا صراحة مش بيعجبني قوي اللي هم بيبقى فيهم تفاصيل كتيرة فوق وتحت. بحب الحاجات البسيطة. بس انت حر، اختار اللي انت عايزه، اللي انت شايف ان هو مناسب ليك اختاره. لو مثلا انا عايزة التمبلت ده بضغط عليه، وبعد كده اضغط على كاستمايز. يعني ايه كاستمايز؟ يعني انت بتعدل فيه بقى براحتك، بتخصصه ليك. تمام. ادي اهي اول صفحة منه. طبعا هبدأ اكبر كده شوية الشاشة عشان نشوف كويس. تعالوا كده اطلع كده فوق. ادي اول حاجة ده الاسم. فانا كل اللي هعمله انا هعدل اسمي. مثلا يوسف احمد. تمام. ونكتب الوظيفة، مثلا الوظيفة بروجرامر. وادي رقم تليفون يكتبه هنا، وطبعا الايميل بتاعه وليكن مثلا يوسف احمد ادي @gmail.com. طبعا طبعا هنا مثلا مش مكفي، فانا بقف على البوكس ده واسحبه كده. فهيبدأ يكون ياخد كل النص. يعني لما هصغر كده فهلاقي ان الام دي نزلت تحت، شكلها كده مش حلو صح؟ فانا بقف عليه وبسحب البوكس ده كده افضل. طبعا الصورة هنعمل لها ريبليس، ونشوف هنا ممكن نجيب بقى الصورة من الاليمنت اللي هنا. نكتب مثلا بروجرامر. طبعا لو انت عايز ترفع الصورة بتاعتك فبتضغط على الابلود دي، بعدين ابلود تاني، وهتروح مثلا دي الصورة مثلا هيبدأ يرفعها. انا لو نزلت مثلا تحت كده اهو بدأ اهو يرفعها. وهبدأ احطها اهي. يعني مثلا لو دي صورتي انا هبدأ احطها هنا اهي. تمام. ممكن اكبرها كده عشان تاخد الدايرة كلها. تمام. لو انا مثلا عايز صورة تانية، تعالوا مثلا اوريكم على صورة تانية عشان تمشي بقى مع اسم يوسف. هنشوف الفوتو. بروجرامرز هتلاقي معظمهم الصور بفلوس اللي هي عليه علامة الكراون دي اهو. دي كويسة جدا ديت. طبعا في الصورة انت بتحط، يعني الصورة دايما لا يعني راعي ان هي بص تبقى كده بس. يعني هي الوش بس كده والكتاف وخلاص كده بس، وخلفية هادية. تمام. تعالى كده لو احنا كده جينا كبرنا الشاشة اهي عشان نشيل الصور دي نزلت كذا مرة. كويس. في مكانها. تمام. شكلها حلو جدا. تمام. بعد كده ببدأ بيلاقي عندي هنا الاكسبيرينس احطها عادي جدا. فبتبدأ تكتب الكمباني نيم، وتكتب هنا هو الجوب تايتل. هو حتى كاتب لك الجوب تايتل تكتبها هنا. وبعد كده بتكتب هنت كده صغير عن التاسك اللي انت بدأت تشتغلوا فيه. تمام. انا كده ببدأ اختار التمبلت اللي انا هكتب فيه. طيب انا دلوقتي مش بعمل تمبلت، انا عايزة اعمل كفر ليتر. فانا هكتب هنا ايه؟ كفر ليتر اهي. هتلاقي برضو تمبلت للكفر ليتر. ممكن تختار اي كفر ليتر من هنا. مثلا الكفر ليتر ده شكله حلو،
اهو بسيط. بصوا الكفر ليتر قد ايه، وهي بيتكتب في صفحة بس بياخد حوالي صفحة إلا ربع. إلا بقى لو أنت ليك اكسبيرينس كبيرة أو الشركة أنت بتقدم فيها شركة كبيرة، فأنت مش هتسيب حاجة غير لما تتكلم عنها. أو زي ما أنتوا شايفين كلها دايما بتبدأ بإيه؟ تكتب العنوان والتاريخ أهو، وبتكتب to whom it may concern، ودي برضو من الحاجات الفورمال greeting. وطبعا بتبدأ بقى تكتب هنا الايه، الكونتنت هنا. بس هنا بقى في الكفر ليتر مش بتلاقي مكتوب حاجة، يعني الكونتنت بيبقى مش زي السي في انت بتقعد تكتب هنا مثلا بيقول لك ايه الاسم، فانت تكتب الاسم هنا، الاديوكيشن تكتبه هنا، اكتب اللانجوج، فانت هنا بيساعدك في جايد لاينز. اما هنا في الكفر ليتر مش بتلاقي حاجة مكتوبة. فانا في الحاله دي بقى هبدا اروح بقى لايه، لحبيبنا الاي اي تولز دي اللي هي ادوات الذكاء الصناعي. ازاي استخدم ادوات الذكاء الصناعي في كتابه السي في او الريزومي او الكفر ليتر؟ دي سهله جدا. انا دلوقتي بعد ما احضر البلوكس اللي هي السيرتيفيكيشن والكورسز والسكيل والبروجكت ابدا اكتبها. تمام. فانا هبدا مثلا اكتبها وليكن هي دي. تمام. انا هفترض ان هي الاديوكيشن والاكسبيرينس وادي الكورسات. تمام. انا كده اخدت الشهادات والكورسات والسكيلز بس. تمام. هروح اعمل ايه بقى؟ هروح افتح واحد من الاي اي تولز زي كلود وزي جيميناي. فهبدا اقول لهم ايه كده، please write a cover letter from the following resume. تمام اهي. واحط واعمل هنا بيست لبقيه الكورسات والشهادات اللي انا حصلت عليها اهي، كلها موجوده هنا. هسحب بس، همسح بس اللاينز دي اللي جايه ملهاش لازمه. وهبعتها له. هيبدا طبعا يعمل ايه بقى؟ هو يكتب لي زي ما انتم شايفين، هو يكتب الكفر ليتر. اياك ثم اياك تقول لي انا هروح اخده كده كوبي وبيست زي ما هو وابعته. لا حضرتك خلي بالك الكفر ليتر اللي هو بيطلعه ده اهو، هاخده كوبي. تمام. واروح هنا على الكفر ليتر ده هعمله بيست. بس هقعد بقى كده اقرا بالراحه. يعني to whom it may concern dear hiring manager. لا دي مش محتاجاها. dear hiring manager to whom it may concern، هخلي dear manager احسن، انا شايفه ان دي افضل. تمام. المفروض هنا بيقول لك hiring manager name، فانا همسح دي وهقول بقى dear مين. هقول مثلا dear HR department manager. تمام. وادي enter. I am writing to express my keen interest in the data analyst position. انا دي هنا اسم البوزيشن. هل انا بقدم عليه؟ لان انا عامله الجوب تايتل داتا اناليست، فكده بقدم على داتا اناليست. الادفرتايزد اون advertised on ايه مثلا on لينكد ان. الاعلان المنشور على لينكد ان في 13 ديسمبر 2024، يعني الإعلان اللي تم نشره على لينكد إن بالتاريخ 13 ديسمبر. My background in education technology، أنا الباك جراوند بتاعت education technology coupled وكمان مدمجة مع strong analytical skills and experience in data analysis tool methodology. My current role as a master trainer كذا كذا كذا. أنا عمالة أقرأ اللي مكتوب وأشوف فعلا صح ولا غلط، عشان لو في أي حاجة غلط إيه أعدلها. طبعا هنا هو عامل السيجنتشر، شايفينها السيجنتشر فين؟ فأنا هسحبها كده تحت واعمل لها كنترول اكس وابدا انزل هنا تحت. انا كده محتاجه احط السيجنتشر بعد الايه، بعد الكلام. وخلي بالك بص، انا ما كملتش معاك، بس انت كل ما هتتحرك هتلاقي هو حاطط لك حاجات بين براكت المفروض تحط
تعمل هنا ريبليس بالمعلومات بتاعتك. يعني هو بيقول لك اذكر حاجه معينه عن شركه او رول انت عايز توصل لها. فانت ممكن تقول ان انا كمان looking forward او to be بقى ايه، ان انا اكون داتا اناليست مانجر او المانجر اوف الداتا اناليسيس ديبارتمنت. تمام. وادي عشان احط بقى السيجنتشر، فهعمل ايه؟ فانا مثلا ما عنديش مكان، فانا هحدد شويه دول، ممكن اجيبهم من الناحيه دي كده. تمام. واجي هنا على السيجنتشر اهي، هبدا انزلها كده واكتب ايه بقى؟ مروه معاذ. تمام. طبعا هتقولي ايه ده، اصلك شكلها مش باين اصلا. انت هنا هو مش مطلوب منه ان هو يقراها من هنا، لان انت اوريدي هتعمل اتاشمنت للريزوميه او السي في بتاعك. وخلي بالك لو هو سي في هتكتب له اللي هو ماي سي في، مش الريزوميه اتاتشد. ولو هو ريزوميه هتكتب ماي ريزوميه از ايه، از اتاتشد فور ريفيو. اهو بصوا حتى الكول اوف اكشن هو كاتبه ازاي هنا. My resume is attached for your review. يعني أنا مرفق ليك الريزوميه عشان تبص عليه. And I welcome the opportunity to discuss my qualification further in an interview. وكمان برحب جدا في ان انت لو عطيتني فرصه ان انا اتناقش معاك في الكواليفيكيشنز اكتر في الانترفيو. Thank you for your time and consideration. طبعا thank you انا افضل ان thank you، انا كنت لسه هكتب best regards، فانا ممكن اجي هنا واعمل انتر وانزلها كده تحت شويه بحيث ان هي تبقى فوق السيجنتشر. بصوا كده معايا اهوت زي الفل. طبعا انا مثلا الويب سايت ده انا هشيله، انا ما عنديش ويب سايت. لو عندك ويب سايت حطه، لو عندك لينكد ان بروفايل حطه. وده الكفر ليتر. اهي سهل ولا صعب بالاي اي؟ سهل جدا صح. طيب لو انا كمان، احنا خدنا كمان هنا في الريزوميه كان في جزء فوق كده في البروفايل اسمه بروفايل سامري. البروفايل سامري ده بيلخص الريزوميه كلها على بعض. فانا لو عايزه اكتبها هتساعدني في ازاي الاي اي تول؟ نفس الكلام، نفس الكلام. هعمل ايه؟ هروح برضو، احنا المره دي استخدمنا جيميناي. هروح اقول بليز رايت بروفايل سامري in مثلا 10 lines او summarize، مثلا نقول summarize على طول. please profile summary in 10 lines from the previous resume. يعني اكتب لي بقى يلا الاختصار السمري بتاعة البروفايل بتاعي عشان احطها في البروفايل. اهو عمل لي السمري بتاعها. السمري بتاعها برضو تقراها كويس قوي، لان ممكن هو يعمل لك فوكس على حاجة تانية غير الداتا اناليست. فانت تقولي highly motivated and result oriented educator with a strong foundation in biology geology. انا عايزه اشيل بيولوجي جيولوجي لان انا اوريدي اشتغلت، كانت اكتر تخصصي في مجال الاي سي تي. فانا هكتب الايه، اشيل بقى البيولوجي جيولوجي دي، اعدلها اخليها اي سي تي and education technology proven ability to effectively integrate technology into the learning process develop. حلو جدا، وعاملها حلوه جدا. تمام. يبقى انا كده اتعلمت النهارده ازاي اشتغل في السي في. وازاي بشتغل في السي في ده؟ ببدا اول حاجه او الستارت بوينت بتاعتي لازم اعرف الايميل بتاعي ازاي يكون بروفيشنال. واتفقنا بروفيشنال يبقى فيرست نيم ولاست نيم. والفيرست نيم واللاست نيم لو لقيت حد اوريدي حاجزهم في ايميل فانا هزود عليهم رقم، ده عادي جدا. بعد كده بستخدم حاجه اسمها 3 بلوكس اور 4 بلوكس تكنيك. والتكنيك ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انا هجيب ورقه وقلم وهعمل كده لستة بالشهادات الأكاديمية اللي أنا حصلت عليها والكورسات والمهارات وكمان البروجكت اللي أنا قمت بيها. وممكن البروجكت أو الإكسبيرينس ما تكونش موجودة لو أنا لسه فريش جراديويت أو ما اشتغلتش قبل كده، لكن ممكن أحط في البروجكت الجراديويشن بروجكت اللي أنا اشتغلت فيها. بعد كده قلت قبل ما تبدأ تشتغل اسأل نفسك، هو أنا هبني سي في ولا ريزومي ولا كفر ليتر؟ إيه الفرق بين الثلاثة؟ إن السي في ده بيوثق الرحلة الكاملة بتاعتك من أول ما اتعلمت ودخلت أي مؤسسات عالمية، وبالتالي فالسي في على مدار السنين بيكبر. كل مرة انت بتدخل بتضيف عليه سكيل جديدة او سيرتيفيكيشن جديدة او كورس جديد. وممكن تدخل تغير رقم التليفون او الايميل.
وده بيبقى عدد صفحاته كبير جدا اكتر من صفحتين. اما ريزومي فالريزومي هي جزء مقتطع من السي في بتعمله عشان تقدم على وظيفة معينة، وده بتقوم بانتقاء الكورسز والسكيلز والسيرتيفيكيشن اللي مناسبة للوظيفة دي، وخاصة لو انت واخد كورسات وتعلمت في مجالات كتيرة بس عايز تقدم على وظيفة محددة، وبتبقى عدد صفحاتها من صفحة ل2 فقط. أما الكفر ليتر فهو عبارة عن جواب بتقوم بإرساله مع السي في أو الريزوميه، في ملخص عن الريزوميه بتاعتك بشكل متقن جدا. وبتبدأ الأول بترحيب بيكون في صيغة فورمال، بعد كده بتقول إن أنت انترست بأنهي جوب بالظبط، لأن غالبا الشركة اللي بتعلن عن وظيفة ممكن يكون فيها أكتر من وظيفة، فالوظيفة دي لو ليها اسم وليها كود كمان بتكتبه وتقول ان الوظيفة دي انت شفتها فين وانت مهتم بيها ليه. بعد كده بتعمل سمري للاكسبيرينس بتاعتك والسكيلز بتاعتك، وبعد كده بتبدأ تقول ايه الكول اوف اكشن اللي مطلوب منه، اللي انت لوكينج فورورد الانترفيو مثلا، وبتنهي في الاخر بالبروفيشنال سيجنتشر بتاعتك. تمام. وقلنا عشان ابني السي في او ريزومي او كفر ليتر فانا ممكن اختار تمبلت ابني بيه، انا مش محتاجه ابني السي في فروم سكراتش، لا انا ممكن اختار تمبلت على طول ابني بيه. وقلت التمبلت المحترفه او اكتر موقع بيبقى فيه تمبلت شكلها حلو جدا هي الكانفا. وكل اللي بعمله اللي انا بعد ما بسجل دخول عن طريق الجيميل ببدأ اقول له انا عايز بكتب هنا مثلا سي في، فهيطلع لي تمبلت للسي في، بنختار اي واحد من دول ونبدأ نعدل او نعمل له كاستمايز على حسب الداتا اللي انا جمعتها. تمام. او اللي هو كفر ليتر او كان ريزومي ايا كان، فانا ببدأ ابني بيه. طبعا الكفر السي في اسفه والريزوميه نفس التمبلت تستخدمه عادي لو ان هما الاثنين زي بعض، لكن الكفر ليتر هو اللي مختلف عنه. تمام كده. بعد كده اتكلمنا على هاو تو يوز اي اي تول، ونخلي بالنا الاي اي تول عشان استخدمها لازم اكون اوريدي عملت 3 بلوكس او 4 بلوكس تكنيك، لان هو مش هيقدر يعمل لك كفر لو انت دخلت كده قلت له اعمل لي كفر ليتر هيعمل لك كفر ليتر بس اقعد اقراه ملوش علاقه باي حاجه. فلازم ال 3 بلوكس تكنيك دي تعملها عشان تعرف الاي اي تول بالظبط ايه اللي مطلوب منه يعمل كفر ليتر ليه. تمام. بعد كده اتكلمنا ان انا استخدمت الاي اي تول اللي هي الجيميناي، صح؟ آه، في واحد تاني اسمه كلاود، صراحة من اكتر الحاجات اللي انا بستخدمها يعني، و ويعني هو قوي جدا وبيديك، يعني مش عايزه اقول لك النتيجه بتبقى رائعه قد ايه. فهو بيمشي بنفس الكلام، انا بعد ما بكتب الاديوكيشن والكورسز اهو اخدهم كوبي، هروح على كلاود وهقول له يلا يا سيدي بليز اهو رايت cover letter for the following resume. تمام. هو هيقول لي فين الريزومي، انت ما عملتهاش اتاشمنت اهيت. ماشي يا سيدي اتفضل الريزومي. فهو هيبدأ يكتب لي الايه السي في. طبعا هو بالنسبة له لما بعمل تكست بيبقى كبير كده، مش بيحطه في نفس المكان، بيعملوا اتاشمنت عنده اهو. بص هيبدأ هو يكتب لي الكفر ليتر. طبعا انا ممكن بقى بكل بساطة اقرا ده واقرا اللي عمله جيميناي واقارن انهي الاحسن او ادمج الاثنين مع بعض. ونفس الكلام انت لو نزلت كده تحت اهو هتلاقي فيه هنا علامة كوبي، ممكن تاخد على طول كوبي. ما تنساش تقرا كويس قوي عشان في حاجات هو بيعملها كده ان براكتس لازم تعدلها بالداتا اللي انت مقدم عليها الجوب. تمام كده يا شباب. طيب آم ممكن لو حد عايز يسأل على حاجة ممكن ترفعوا ايديكم عشان عبال ما ابعت لكم لينك التسجيل الخاص بالشهادة. يوسف. حاضر يا يوسف. يوسف المايك كده افتح. ايوه مش لازم حضرتك. يا يوسف. مش لازم
ده حضرتك. وحشتني يا يوسف، فين زمان، فين المدينة التعليمية؟ حضرتك يعني عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ان شاء الله دايما يا رب. قول يا مفيش يوسف. بقى معسكر تاني قريب إن شاء الله؟ ان شاء الله بنجهز هو المعسكر إن ان شاء الله قريب. شاء الله. هو بعد إذنك، هو في طريقة معينة يعني أكتب بيها الكورسات اللي واخدها من على اليوتيوب؟ بص احنا خلينا طيب نشوف، حلو قوي السؤال ده. طيب خلينا كده مثلا نشوف، ندخل كده على اليوتيوب. طيب ثواني كده هجيب لك شهادة. طيب خلينا كده نشير. بصوا كده يا شباب، احنا دلوقتي على الشانل اليوتيوب الخاصة بأب جيني. هتلاقوا الشير عندكم مش شغال برضه. ليه الشير مش شغال؟ يعني ايه الشير مش شغال؟ طيب انا عشان اسجل كورس واخداه على اليوتيوب، اول حاجة بحتاج اعملها اللي انا ادخل على اليوتيوب اولا، وابدا اشوف فين الكورس اللي انا خدته على اليوتيوب. تمام، يبقى اول حاجة انا بحتاج ادخل اول حاجة على ايه؟ على اليوتيوب. تمام، بعد كده ببدا اسيرش فين الكورس اللي انا واخداه على اليوتيوب. كويس، وليكن مثلا تمام كده. كل ده بقى بحاول اشير عندكم، مش عارفه الشير عندكم وقف فجأة ومش عايز نجمع تاني. طب يلا بينا، بسم الله. الحمد لله. لسه. اهلا يا شروق. طيب بصوا كده، ده كورس كان اسمه بروميت انجينيرينج فور ايفري ون، وده كان كورس عبارة عن 4 محاضرات. 1 2 3 4. تمام. الكورس ده اسمه بروميت انجينيرينج فور ايفري ون، انا هكتب فيه بروميت انجينيرينج فور ايفري ون، كوما، هقوم كاتبه اسم التشانل اب جيني، كوما، واكتب عدد ساعات الكورس ده كام ساعه، بس كده. تمام. طبعا ممكن تحط اللينك. هو ايه الفايده اللي انا بعمل التشانل اللي هو عليها؟ لان بكل بساطه هو مثلا شاف كورس حد عامل كورس، فهيبدا مثلا يشوف الاسم، ممكن يدخل كمان يعمل عليه سيرش ويشوف مين الشخص ده، او ممكن هو يسألك عليه يقول لك ده مين، ده يطلع مين، بيشتغل ايه، طب وانت اتعلمت منه ليه. فده بيديها ثقة. فانت لو عايز ازاي بنكتبه اهو، مثلا بفرض ان انا عايز اكتب الكورس ده، دي السكيلز ودي certifications، خليها كورسز. تمام. هكتب مثلا اهوت الكورس، هكتب اسمه كده ادي بروميت engineering for every one كوما اب جيني يوتيوب
channel وهكتب مثلا كان 8 hours 8 ساعات انتر. عايز بقى اكتب على الايه الحاجات اللي اتعلمتها فيه. تمام، فانت بقى بتشوف احنا اتعلمنا فيه ايه. والله انا اتعلمت بقى في البرومت statement component. نعمل ده بقى مش بولد. الحاجات اللي اتعلمتها فيه واخدت AI tools. اخدنا فيه جيميناي، واخدنا فيه كوبايلوت، واخدنا فيه كوبايلوت، واخدنا فيدنوز، واخدنا فيه كمان كلود. تمام، اتعلمنا فيه ايه كمان؟ اتعلمنا فيه حاجة اسمها AI ethics وهكذا. فبتكتب السبجكت اللي تم تدريسها في البرومت انجينيرنج دي كانت عبارة عن ايه. فانت بتكتب هنا بالظبط الكورس وهكذا. ممكن تكتب كمان في الاخر، يعني ممكن تعمل كده مثلا في الاخر الURL بتاعه، الادرس بتاعه. الا اني مش بشوف دي ان هي يعني حاجة يعني ضرورية قوي، بس في ناس بتشوفها ان هي ضرورية. في ناس بقى بتعملها ازاي؟ بتيجي على العنوان ده وتضغط عليه رايت كليك. تمام، وبتلاقي هنا في حاجة اسمها لينك. تفتح اللينك كده اهو، وتختار اللي انت عايز تعمل ويب بيج اهو. الادرس ده هتكتبه هنا وهتقول له اوكي. ده بقى بيعمل ايه؟ انت ما بتيجي تبعت السي في، هو اما بيجي يقف على ده ويضغط هيوديه فين؟ هيوديه للتشانل اللي عليها الايه؟ الكورس بتاعك اللي انت بتقول عليه. دي طريقة حلوة جدا ان هو يوصل للكورسات اللي انت واخدها. تمام. ممكن كمان على فكرة في ناس كمان احيانا بتضيف الكتب اللي هي قريتها. في احيانا كمان الناس بتضيف الكتب اللي هي قريتها. تمام كده يا يوسف؟ تمام، شكرا جدا. العفو. انا مش هفصل الشير بقى. خليكم كده معايا عشان عايزين ابعت لكم الويبنر الخاص بالسي ريزومي. هنعمل السيرتيفيكيت دي دبليكيت. تمام، وهسميها بس certification. اوكي. دي يا شباب هتكون السيرتيفيكيشن. احنا هنضيف بس فيها حاجة. احنا طبعا خلاص انتوا اوريدي مسجلين في الفورم بتاع التسجيل صح؟ عشان ما نسألكوش تاني على السن وكده، عشان ما تتضايقوش. احنا بس هنحتاج الاسم والرقم القومي بس. وهنزود بس سؤال ان انت تعمله فايل ابلود. الفايل ابلود ده يا ولاد هنرفع فيه ابلود. هنخليها السي في اند كفر ليتر، او خليها سي في بس عشان انتوا لسه ما فيش وظيفه. المطلوب منكم اللي انتوا كل واحد فيكم بعد ما يعني اتفرجتوا على السيشن دي المفروض تحضروا السي في وترفعوه. تمام. لو انتوا ما رفعتش السي في مفيش مشكله، بس هتاخد شهاده حضور. تمام، هتاخد شهاده حضور. لو ما رفعتش السي في هتاخد شهاده حضور. لو رفعت السي في كمان هيبقى هتاخد شهادتين، شهاده واحده شهاده حضور، والتانيه هتبقى شهاده باتمام الكورس وتسليم السي في. فاهميني؟ فانت حاول لو سمحت ان انت تجهز الايه
السي في. اوكي يا شباب، هنبدأ الشير اهو. هبعت لكم اللينك في، انتوا معانا على الواتساب، هبعت لكم هنا برضو على sorry sharing unavailable. طيب فيديو. اوكي طيب الحمد لله شير. تمام ماشي. طيب يا حلوين، يلا اشوفكم على خير. حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ طيب تمام. شكرا ليكم وشكرا للمتابعة النهاردة. أتمنى كلكم تكونوا بخير، وهبعت لكم اللينك إن شاء الله على جروب الواتساب. أوكي، شكرا ليكم وتصبحوا على خير.